يا عم لسه بادئ في المسلسل، شفت اول حلقتين، بقول لك ايه جامدين. ايه ده، انت بتتفرج على مسلسل؟ اوبا. طب على فكره بقى، البطل هيموت هو وحبيبته غرقانين، وابوهم وامهم هيشوفوهم وهم في البحر بيغرقوا، هيموتوا الاثنين من الصدمه، وابوه هو بقى هينتحر. ازاي تنسى الحرق اللي اتحرق لك؟ اول حاجه تروح تجيب ورقه وقلم وتكتب المشهد اللي اتحرق لك بالحرف الواحد، لا تزود كلمه ولا تنقطهم 5 مرات ورا بعض. بعد كده تقنع نفسك ان كل ده ما حصلش، كل ده كذب، كل ده وهم. بعد كده مش هتسكت طبعا، اشرب ميه كتير، الميه بتساعد في نسيان الحرق. بعد كده اقعد افتكر كل مواقفك مع صاحبك اللي حرق لك الحرق، واقعد افتكر قد ايه هو كان بيكذب كتير، واكيد دي من ضمنهم كذب. كل اللي حصل ده مش حقيقه. بعد كده ادخل اليوتيوب، اكتب تعليم التمثيل. هتحتاج التمثيل ده عشان لما تشوف المشهد اللي اتحرق لك فاكر تتصدم. واو. لو مثلا اتحرق لك ان البطل هيموت، لا، انت ما تقنعش نفسك انه مات، انت هتقول ان البطل لسه عايش وبيجيب ايس كريم لاولاده قاعدين على الكورنيش دلوقتي. ده اللي لازم تعمله. لو هتقدر تكتبها في ورقه اكتب، واشرب ميه كتير زي ما قلت لك، اشرب ميه كتير، اشرب ميه. طبعا كل الكلام ده هتعمله بعد ما تكون خلصت. مالك يعني، انت اول مره حد يحرق لك ولا ايه؟ ايه